لو انت من الناس اللي شايفه ان الاهلي كده رجع ومفيش حد هيوقفه حرفيا فاستنى شويه، لان بقى النهارده انا هقول لك الحاجه اللي لو ما اتصلحتش ممكن تضيع كل اللي عمله تروب وهترجع الفريق لنفق مظلم من تاني. وهنا بقى انا هخرجك من الحلقه دي وانا شارح لك كل تفصيله صغيره وصلت النادي الاهلي لانه يبقى فريق جبار بالشكل اللي انت شايفه ده، خصوصا ان الاهلي جاي بعد سلسله اداء واخفاقات ممكن تكون هي الاسوأ في تاريخ النادي الاهلي، في ظل ان عنده كوكبه من النجوم ولاعيبه سوبر ستار ممكن يكون افضل جيل موجود في تاريخ النادي الاهلي هو الجيل ده. ولكن دايما في ظل النجاحات لازم تشوف المشاكل اللي عندك وتفكر لها في حلول عشان تبقى سابق عصرك، والا المشاكل اللي موجوده واللي هتقابل النادي الاهلي الفتره اللي جايه ممكن تودي النادي الاهلي لاسوأ حته انت ممكن تتخيلها. على سبيل المثال مثلا كلنا فرحانين برجوع امام عاشور، ولكن عمرك فكرت ان امام عاشور لما يرجع في ظل اصلا ان محمد بن رمضان بيحاول يعافر ويرجع مستواه، في ظل ان ياستروب لقى ضلته اخيرا في وجوده الثلاثي وانه بيلاعب زيزو بامكانيات لعيب في نص الملعب، لعيب حر بيعمل كل حاجه اللي هي نفس امكانيات محمد بن رمضان وامام عاشور، تفتكر بقى هيعمل ايه دلوقتي؟ يعني اول سؤال لازم تسال نفسك، ياستروب هيلاعب مين ويقعد مين؟ ويا ترى اللي هيقعده على الدكه هيعرف يسيطر عليه؟ ولا مثلا في ظل تزايد اخطاء الشناوي اللي وصلت تقريبا لان 40% من اهداف اللي بتخش في النادي الاهلي سببها محمد الشناوي؟ وعلى فكره ده انت ممكن تستحمله لو ما عندكش بديل جيد، لكن المشكله ان انت عندك بديل قوي جدا واسمه مصطفى شبير. مصطفى شبير مع النادي الاهلي بينزل يقدم مستويات قويه جدا جدا جدا، ده غير ان مع منتخب مصر حدث ولا حرج، لدرجه بقى ان في كلام الفتره دي منتشر ان نادي فالنسيا الاسباني عايز مصطفى شبير. ايوه زي ما بقول لك كده، نادي فالنسيا الاسباني اللي من احسن 4 فرق في الدوري الاسباني عايز مصطفى شبير ووصل العرض تقريبا ل 7 مليون دولار. هنا بقى ساعتها يبقى في كلام، حتى لو الكلام ده اشاعه. وعلى فكره مش كده بس، لا ده في حاجات كتير جدا. فيلا بينا نبدا الحلقه وركز يا ابن عمي عشان اللي جاي موت. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وقول لنا شايف من وجهه نظرك مين الافضل لحراسه النادي الاهلي الفتره دي، مصطفى شبير ولا محمد الشناوي؟